تعالوا بقى كده نعمل السمك المشوي في البيت. اوعدك هيطلع احلى من بره بكتير، واقول لكم تتبيله مميزه بجد هتخليكي تاكلي صوابعك كده ورا السمك من حلاوته، وازاي ما يلزقش منك وانتي بتسويه. وهنعمل برده كده الرز الصياديه، هنعمله كده باللون التحفه ده ما شاء الله اللهم بارك. واقول لكم طريقه حلوه قوي للبتنجان المخلل، وازاي البتنجان ما يشربش معاكي الزيت. واقول لكم كده تتبيله حلوه قوي للبتنجان هنعمله مع بعض النهارده بكل سهوله ان شاء الله. الطريقه تنال اعجابكم. تعالوا بقى كده نسمي الله ونشوف الطريقه. هبدا بقى كده، انا مجهزه كل الحاجات. احلى حاجه برضو يا بنات ان احنا قبل ما نعمل الاكل نجهز الحاجات كده بالشكل ده، بيسهل علينا جدا. معايا بقى عشان اعمل الخلطه اللي انا هحط فيها السمك بعد ما ينشوي: ليمون، شطه، فلفل، طماطم، كزبره خضراء. طبعا مش هعمل كده كميه الخضار دي كلها للسمك بس، انا هستخدمها برضو في حاجه تانية. ومعايا كده برضو جزر مبشور، توم، ومعايا التوابل: ملح، كمون، فلفل اسود، بهارات سمك. وهجيب برضو بابريكا، هزود بابريكا. هاخد بقى كده نص ربطة الكزبرة واقوم بقى مقطعاها كده في الكبة. ومعايا برضو كده نص ليمونة، هنزل بقى كده في الكبة. واحط برضو فلفل، واحط شطة، وهنزل برضو بالطماطم، وانزل كده بنص كمية الثوم. وابدأ بقى كده اعصر الليمون، مش هعصر الليمون كله، انا هعصر ليمونتين اتنين بس. وانزل كمان كده بشوية خل، يجي ربع كوباية خل كده. فرمت بقى الخلطة كده بالشكل ده. هاخد كده بقى نص الكمية كده وابدأ انزل ببقية الخلطة. وانزل بقى كده بالجزر، هنزل برضو كده بقى بالمية. انا حطيت برضو يا بنات التوابل والملح اللي انا كنت حطاهم في الطبق، وهزود تاني كمان شوية ملح كده لان انا عايزاها تبقى مايلة للحدقية، حاجة بسيطة عشان لما احط السمك يتشرب طبعا من التتبيلة دي. احنا ما بنتبلوش ولا اي حاجة، احنا يا دوبك بس اول ما بيتشوي وبنطلعه بنحطه في التتبيلة دي على طول. هزود بقى كده نص معلقة من البابريكا، زودت برضو كمان شوية ملح كده. التتبيله بتاع السمك جاهزه معايا، هركنها بقى دلوقتي. ما شاء الله اللهم بارك. السمك اللي انا هعمله بقى النهارده، انا جايبه السمك ده سمك بحاري جاي لي من المركب، مش بجيب من السوق ولا كده. ما شاء الله اللهم بارك. بس بصوا، عشان انا جايباه كده على بعضه بيبقى كبير مع صغير، وفي اصغر من كده كمان، بس انا حطاه في الحله التانية. بصوا بيبقى كده كبير على صغير بالشكل ده كده. ما شاء الله بيبقى جميل قوي. السمك ده بقى انا بروح اجيبه واقعد استنى الراجل بتاع المركب على البحر كده لحد ما يصطاد شويه واخدهم ويجي. فما شاء الله ده كده السمك اللي انا هستخدمه النهارده. انا عارفه ان المفروض السمك الصغير ده يتعمل ببطنه، بس انا بصراحه ما اقدرش ان انا اكله كده وهو بيبقى من جوه مش مفتوح ولا متنضف. انا منضفاه وسايباه كده بالشوكه دي والحاجات دي عشان هو مستوي، اقوم شايلاه كده يتشال مع الاطفال برضو بكل سهوله. كده بيقوموا شادين دي وبيقشروه كده بكل سهوله. الرده بقى اللي انا هستخدمها كده في شوي السمك دي رده عاديه اللي هي بتاع الخبيز. انا جبتها اشتريتها من المحل، وطبعا لازم انخلها عشان اطلع الناعم ده منها. وحطيت كمون وحطيت فلفل اسود وحطيت ملح. هقلب بقى كله ببعضه، وبرده لما اجي اعمل السمك اقوم مقلباه بقى. بصوا بقى، قبل ما اجي بعمل السمك اعمله في الرده بقوم حاطه كده ميه، رشه ميه عليه عشان لما اجي اعمله في الرده تلزق عليه كده. لكن لو عملت السمكية وهي ناشفة تماما من المية، الردة دي كده مش هتثبت عليها. هقلب بقى كده الردة مع التوابل اللي انا حطاها، واقوم جايبة كده السمكة بكل سهولة. الردة هتلزق عليها بصوا بالشكل ده كده. لكن لو السمكية ناشفة خالص الردة دي مش هتثبت عليها. بصوا هحط بقى كده رشة ملح في ارضية الطاسة طبعا انا مسخناها كويس جدا. هبدأ بقى كده انزل بالسمك بسم الله. طالع بقى من المية اهي. نبدأ نحط كده الردة عليه، نقلبه كويس في الردة كده بالشكل ده. ممكن برضو لو عايزة تحشي بطن السمك من الخلطة اللي احنا عاملينها هتبقى حلوة برضو، بس انا بالنسبة لي مش فارقة كتير.
هبدأ بقى كده اعمل الرز. بسم الله. البصل بقى هقعد اقلب فيه لحد ما البصله دي تصفر معايا خالص. في المرحله دي بقى كده البصله اهي اصفرت معايا خالص، خدت اللون اللي انا عايزاه. هنزل بقى كده بالفلفل، هنزل بقى كده بالطماطم. حطيت بقى كده ملح، وحطيت برده شويه توابل مشكله. بجد يا بنات دي احلى طريقه للرز الصياديه، بتبقى تحفه. انا الطريقه دي انا معتمداها على طول، ما بغيرهاش لانها طريقه جميله قوي. كده تمام. هنزل بقى بالميه، واول ما الميه تغلي هحط الرز. كده بقى الميه غليت اهي، هنزل بقى كده بالرز. بسم الله. اول ما اطلعه كده من على الطاسه هحطه هنا في الميه التتبيله دي. بسم الله. بالشكل ده، واسيبه لمده 5 دقايق يتشرب كده من التتبيله. بصوا الملح اللي انا حطيته خلاه ما يلزقش في ارضيه الطاسه. هسيبه بقى كده برده في التتبيله دي لمده 5 دقايق، وبعد كده اطلعه. قلب بقى كده شويه بتنجان بالشكل ده. هبدا بقى كده، حطيت شويه من التتبيله هنا. هبدا بقى كده احط البتنجان ارصه بالشكل ده. ده الرزات بقى ما شاء الله اللهم بارك. هبدا بقى كده اعبيه الطبق ده كده على شكل قلب، بيديني برضو شكل حلو. ما شاء الله اللهم بارك. الرزات كده بالشكل ده. وده الزيتون اللي انا مخللاه هنا في البيت، ما شاء الله حلو قوي. وعملت بقى البتنجان كده بالشكل ده، شويه بتنجان كده مخللين جنب الاكل ويبقى طعمهم تحفه. السلطه كده بالشكل ده، ما شاء الله اللهم بارك. وده شكل السمك اهو. عايزه اقول لكم يا بنات التتبيله دي فعلا حلوه قوي. ده كده الشكل النهائي، ما شاء الله اللهم بارك. بالشكل ده. بجد يا بنات التتبيله دي بجد مميزه. كده بقى خلصت وصفتي النهارده. اتمنى كده وصفه النهارده تكون نالت اعجابكم. ولو عجبتكم بقى الوصفه لايك وشير، وما تنسوش تشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم بقى على خير في فيديو جديد.